في فقرة حدث وحديث لهذه الليلة بيان الخارجية الجزائرية الذي أدان بأقوى العبارات زيارة وزيرة فرنسية إلى الأراضي الصحراوية المحتلة، واصفا إياها بالاستخفاف الفرنسي السافر بالشرعية الدولية. أهلا بكم من جديد. زيارة عضو من الحكومة الفرنسية للصحراء الغربية أمر خطير للغاية يستدعي الشجب والإدانة على أكثر من صعيد، كون هذه الزيارة تتم عن استخفاف سافر بالشرعية الدولية من قبل عضو دائم في مجلس الأمن. بهذه العبارات القوية أدانت الخارجية الجزائرية زيارة وزيرة الثقافة الفرنسية إلى العيون المحتلة، زيارة تعكس تضامن القوى الاستعمارية القديمة والحديثة في الوقت الذي تسعى فيه الجزائر ودول إفريقية أخرى ضمن الاتحاد الإفريقي إلى تجريم الاستعمار. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو البروفيسور زهير بوعمامة، دكتور العلوم السياسية والعلاقات الدولية. شكرا لك على المجيء. مرحبا أستاذ سندس. كما سيكون معنا سيد كونتي بلا الدبلوماسي الصحراوي من فرنسا. بروفيسور، أبدأ معك تعليق أولي عن هذا البيان، بيان وزارة الخارجية الجزائري ومفرداته ورسائله. ماذا لديك؟ يعني لا شك أن البيان كان قويا ووصف الزيارة بما هي عليه، وأعتقد أيضا كانت فيه رسائل واضحة. أول شيء البيان قال بأن الجزائر تفهم أن المقصود بهذه الزيارة لا شك هم الصحراويين الذين أيضا وصفوا الزيارة بأنها استفزازية وعدائية لهم، ولكن أعتقد أن بيان الخارجية أيضا يقول بأن هذه الزيارة ذات طابع استفزازي لا أكثر ولا أقل، وهي في كل الأحوال لا يمكن أن يكون لها أثر على القضية التي تبقى قضية تصفية استعمار لا يمكن أن تسوى إلا بإعطاء الشعب الصحراوي حقه غير القابل للسقوط والتقادم في تقرير مصيره. الجزائر أيضا أعتقد حتى فيما لم يقل أن هناك استغراب أن يعني ينزل المستوى بدبلوماسية الفرنسيين إلى هذا المستوى، وهذه الدولة التي من المفروض مؤتمنة على تطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بالنظر وعلى أساس أنها عضو دائم في مجلس الأمن، ومختلف القرارات التي صدرت من الشرعية الدولية كانت فرنسا موجودة وشاركت في صياغة هذه القرارات، آخرها نهاية أكتوبر الماضي الذي لا زال يحافظ على موقف الأمم المتحدة الذي ينظر إلى القضية على أساس، أو إلى الصحراء الغربية على أساس أنه إقليم غير متمتع بالاستقلالية ويجب أن يقرر مصيره بحل توافقي أو يرضى عنه الطرفان. طبعا هذه اللغة، هذا القرارات الأممية لا شك أن ما تقوم به باريس منذ أن حصل التحول غير المفهوم كما يقول حتى بعض الفرنسيين في صائفة العام الماضي في موقف باريس من قضية الصحراء الغربية اليوم، وكأن باريس وإن كان لدي بعض ربما التفسيرات لماذا الآن تمعن في هذا التوجه في هذا الموقف المكابر المناقض للشرعية ولالتزاماتها كدولة عضو في مجلس الأمن. وأعتقد أنها في نهاية المطاف كما أيضا جاء في بيان الخارجية الصحراوية هذه حركة يعني لنقل يعني استفزاز مكشوف لن يؤدي إلى تغيير شيء، يهدف لا شك إلى محاولة إضفاء هذه الشرعنة الخارجية على الاحتلال
الذي لا يمكن أن يصل إلى هذا الأمر. ولكن كما قلت ما رأيناه أيضا كان فولكلوريا. يعني أولا إرسال داتي بالذات وهي فرنكو مغربية، لم يذهب لا وزير خارجية ولا وزير داخلية ولا يعني شخص من الأوزان الثقيلة في الحكومة أو في المسؤولين أو قيادة عسكرية أو أمنية إلى هناك. اختاروا شخصية مغربية في الأصل، فرنسية ذات أصول مغربية، معروف عنها أنها أحد رؤوس اللوبي الفرنكو مغربي الذي يعمل لصالح المغاربة في باريس. وأعتقد أيضا أنه ما رأيناه لم يكن شيئا على أساس أنه يعني لبس الحايك والوعد بفتح مركز ثقافي وهذه الأشياء ومحاولة تغليف الزيارة بهذا البعد الثقافي. أعتقد بأنه لن يغير شيء، فقط ربما فيه نحن نشعر بأن هذه ردة فعل على أمرين: الهزيمة النكراء لحليفة باريس في أديس أبيبا النكراء ومسار الجزائر ضمن الاتحاد الأفريقي. اسمح لي فقط لكي أتوجه بالسؤال لأستاذ كونتي بلا من فرنسا معنا عبر خدمة سكايب. مرحبا بك سيد كونتي. شكرا ومرحبا بكم وشكرا. هذه الزيارة هي زيارة استخفاف سافر بالشرعية الدولية من قبل عضو دائم في مجلس الأمن. ما هو تعليقكم حول هذه الجملة؟ هي جملة في محلها، وبالذات ما ذكرتي استخفاف سافر بالشرعية الدولية، بالقانون الدولي، بالمنظومة الدولية القانونية التي تكونت ما بعد الحرب العالمية الثانية، والتي اطلعت جملة من الدول على احترامها وعلى ضمان احترامها من خلال مجلس الأمن الدولي. وفرنسا هي بالذات من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، والتي عليها بالضرورة جملة من المسؤوليات، من بينها احترام وتقوية هذه الشرعية الدولية. وهذه الشرعية الدولية ماذا تقول بالذات؟ بالتحديد الشرعية الدولية التي تنبني على قرارات مجلس الأمن وعلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تقول إن الصحراء الغربية بلد خاضع للاستعمار، ولا يمكن أن يحل مشكلة الاستعمار إلا وفقا لقوانين الأمم المتحدة وتقاليدها، ألا وهي استقلال الشعب الصحراوي. الآن نرى أن فرنسا يعني تتورط رسميا من خلال هذه الزيارة الوزارية في دعم الاحتلال والاستعمار، وبالتالي تعقيد حل النزاع الاستعماري وما ينجر عن ذلك من ويلات وتعذيب واعتقالات ومآسي يفرضها المحتل المغربي على الصحراويين في المناطق المحتلة. عار حقيقة على دولة مثل فرنسا أنها تتصرف هكذا بدعمها للاستعمار وبترويجها لأطروحات الاستعمار، وهو أمر مدان حقيقة قانونيا ومدان أخلاقيا. سيد كونتي، الخارجية الجزائرية تقول بأن الزيارة مستفزة تعكس صورة للتضامن والتعاضد بين القوى الاستعمارية القديمة والحديثة. ما هو تفسيرك له، أو كيف ترى الأمور أنت من فرنسا؟ هي فعلا سياسة استفزازية صحيح، وتنم عن مجموعة من النوايا، لعل من بينها هذه النظرة الاستعمارية لأطراف من فرنسا التي لا تزال ترى مستعمراتها السابقة كمستعمرات دائمة وكحديقة خلفية، وهو أمر كما قلت سلفا مدان أخلاقيا وقانونيا، ولكن التصرفات والواقع يتناقض مع الخطابات الخارجية. ومن ناحية أخرى
بغض النظر عن قضية الاستفزاز هذه، فإن هذا التوجه الجديد للحكومة الفرنسية فيما يتعلق بمشكلة الصحراء الغربية يجد له امتداد في الهزيمة الكبرى على المستوى القانوني في إطار محكمة العدل الأوروبية، والتي ألغت عقدا دوليا يتعلق بالعقد ما بين الاتحاد الأوروبي. سنعود للحديث عن هذا القرار من قبل محكمة العدل الأوروبية. ما أريد أن أقوله هو أنها هو تصرف يعني ينم عن هزيمة وينم عن تخبط لدى الساسة الفرنسيين فيما يتعلق بخططهم تجاه المنطقة ككل، واتخذت قضية الصحراء الغربية ك يعني أداة لسياسة ممارسة الاستفزاز وممارسة الضغط وممارسة يعني سياسة فرق تسد التقليدية، وهي بطبيعة الحال كلنا واعون بهكذا سياسات قديمة بالية، ونعرف تمام المعرفة أنها لن تفضي إلى شيء. فقط الساسة الفرنسيون هم الوحيدون الذين لا يدركون أن هذه السياسة سوف لن تجدي نفعا، وأنها بالية وقديمة وسوف لن تنطلي لا على الشعوب ولا على الدول. دكتور بروفيسور، وصلنا لنهاية الفيديو. كنتمنى يكون المقطع قد نال الإعجاب ديالكم. ما تنسوش تدعمونا بالإعجاب حتى تخلي الفيديو يوصل لجميع المغاربة حول العالم، كذلك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش توصلوا بجديد القناة أول بأول. ما تنسوش تدخلوا الآراء ديالكم والاستفسارات ديالكم واقتراحات ديالكم أسفل الفيديو في خانة التعليقات حول ما قاله الإعلام الجزائري وسعاره المنقطع النظير حول الزيارة ديال وزير الثقافة الفرنسية إلى الصحراء المغربية، ما يؤكد دعم فرنسا لمغربية الصحراء قولا وفعلا. كذلك إخواني ما تنسوش مشاركة الفيديو مع جميع الأصدقاء على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. نتلاقاو إن شاء الله في فيديو قادم أو موضوع جديد.